يا محمد محروس ولا محمد محروس. قوم انا قوم انا قوم 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 قوم. ولا السلام عليكم، عاملين ايه؟ والله ما عارف اقول ايه بصراحه. انا بحاول افوق من الغيبوبه اللي انا فيها واستمر في نشر الفيديوهات زي ما اتعودتوا مني. كل حلقه كل كام شهر بقول لكم ان انا هستمر وانزل كل يوم وانزل كل اسبوع. كله كلام، يعني انا بتاع كلام، يعني تاخدوا مني الكلام من هنا واعتبروا نفسكم ما سمعتوش. بحاول على قد ما اقدر ان انا انزل كل اسبوع على الاقل فيديو، بس والله بيبقى غصب عني، يعني ان انا بنزلش خالص ده بيبقى غصب عن الواحد. فمش هطول عليكم كتير. حلقتنا النهارده لنظام فونكس. النظام ده من افضل الانظمه اللي موجوده حاليا، اللي انت تقدر تستخدمها بجانب الويندوز بتاعك بدون اي مشاكل. حتى لو انت كان جهازك مواصفاته مش قوية، بيقدم لك نظام اندرويد عالي تقدر تشغل عليه اي لعبة انت محتاجها، موجودة على الموبايل، لان هو نظام زيه زي الموبايل، مفيش فرق. تقدر تشغل عليه اي حاجة، حتى الواتساب نفسه بيشتغل عليه واي فاي، يشتغل عليه السلك لو انت موصل سلك النت يشتغل عادي، يشتغل فيه بلوتوث لو جهازك فيه بلوتوث، يشتغل عليه اي حاجة. فدي كده حلقتنا النهاردة. قبل ما نبدأ ونخش في تفاصيل التثبيت، انزل اضغط لايك واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. اي برنامج انا هستخدمه في الشرح هتلاقوه موجود في وصف الفيديو اللينك بتاعه. فكل اللي احنا محتاجينه ده الملف بتاع فونكس، وده بصيغة exe وسهل تثبيته هنشرحه. بس قبل ما نبدأ نعمل اي حاجة، انت محتاج تعمل كورس مخصص للنظام لوحده، يعني ما تثبتوش على اي بارتيشن موجود عندك، اعمل له كورس مخصص كده لوحده عشان ما تدخلش الملفات في بعضها وتبوظ الدنيا. فهنستخدم برنامج ميني تول. البرنامج ده بتقسم بيه الهارد بتاعك. هتخش على الفولدر اللي انا طبعا هسيب لكم اللينك في الوصف. هنفتح سيت اب ونثبت البرنامج عندنا في الجهاز بالطريقه اللي انا بثبته بيها دي. تمام، طريقته سهله في التثبيت، مش محتاج اي حاجه. فهنشيل علامه الصح من هنا عشان ما يفتحش لوحده. بعد كده هتخش على الكراك، فهناخد الملفين دول ونروح على المكان اللي احنا اخترنا ان احنا نثبت فيه البرنامج واحنا بنثبته من البدايه. المكان ده هتعرفه ازاي؟ لما تيجي تثبت البرنامج، انا مثلا هثبته تاني، هحذفه من الاول واثبته من اول وجديد. ده المكان اللي هيتثبت فيه البرنامج اللي هو ميني تول بارتيشن ويزارد. فيبقى خد المسار ده كوبي عشان تبقى تعرف تروح له بعد كده، او بتجيب المكان من سطح المكتب. بس انا هجيبه من هنا على طول. هتحط المسار هنا وتضغط انتر، فتح لي المكان اللي هو اتثبت فيه البرنامج. هنيجي على الكراك، هنخش على الاكس 64. لو انت الويندوز عندك 32 هتختار الفولدر اللي تحت، لو 64 هتختار الفولدر اللي فوق. هتيجي تنسخ الملفين دول وتروح للفولدر بتاع البرنامج وتحط الملفين دول هنا. تمام، وتوافق على الاستبدال. بعد كده هنفتح البرنامج. طبعا ده البرنامج اللي انا بستخدمه في تقسيم الهارد، لو انت عندك برنامج تاني احسن استخدمه. هنضغط على نو عشان هو بيقولك ان في تحديث جديد لو حابب تحدث. طبعا انا عندي هاردين موجودين في الجهاز، ده الهارد الام 2 وده الهارد الاتش دي دي. فانا مش هاجي ناحية الام 2، محتاجين ان احنا ناخد جزء من الهارد بتاعنا 30 جيجا مثلا عشان نثبت عليهم النظام. هاجي على الهارد اللي انا هاخد منه المساحة، اضغط عليه كليك يمين واختار موف او ريسايز واكتب هنا 30 ثانية واحدة، او خلينا اصغر المساحة من هنا 33 جيجا وخلاص. هتشد السهم ده، ناخد 33 جيجا. هتلاقي ظهر لك كده نجمة وتحتها الحجم بتاع الكورس الجديد اللي انت عايز تعمله. هتضغط عليه كليك يمين وتختار كرييت، وبعدين هنا هتسيبها فاضية. طبعا الكورس هيكون بالاي، او بيختار اي حاجة كده عشوائي، فانا الكورس عندي هيكون بالاي. تمام كده، انا بقى عندي دي واي. عشان اطبق كل اللي انا عملته ده، بس اتاكد ان انت عامل كل حاجه تمام. هنضغط على ابلاي وبعدين يس. هيبدا الجهاز ان هو يهيئ لي الكورس الجديد اللي انا عملته. طبعا هياخد بقى من انا عندي الهارد ال 2 تيرا انا عامله لوحده،
فهو هيبدأ ان هو ياخد منه 33 جيجا، ودول اللي احنا هنخصصهم للنظام ان شاء الله اللي هنثبت عليهم نظام فونكس. ودي احسن طريقة، لان انت يعني انا مثلا لو انا ثبت النظام مع الاتنين تيرا دول في نفس الكورس هيعمل لي مشاكل، هيبقى في ملفات كتير جدا تبع النظام، ومش هعرف ملفاتي من ملفات النظام، وكل حاجة هتخش في بعضها كده. هو خلاص خلص. هنخش على الكمبيوتر. بقى عندي السي ده هارد لوحده، والدي ده الهارد الاتنين تيرا اللي احنا خدنا منه 30 جيجا، والاي ده الكورس الجديد اللي احنا عملناه. طبعا هو فاضي، هنبدأ ان احنا نثبت عليه بقى النظام. هنيجي نخش بقى على الملف التاني، والملف التاني اللي هو الملف بتاع تثبيت النظام، هنضغط عليه كليك يمين ونختار ران از ادمنستريتور. البرنامج بتاع التقسيم مش محتاجينه تاني، خلاص بقى هنقفله ونيجي على البرنامج ده. طبعا عندك هنا لو انت عايز تحذف النظام بعد ما تثبته، وهنا لو هتثبته على يو اس بي ودي ليها طريقة تانية، وهنا لو احنا هنثبته كنظام اساسي على الويندوز، ودي افضل حاجة انا برشحها لك بصراحة، بس على بارتيشن منفصل عن الويندوز نفسه. هنضغط عليها، نختار الكورس الفاضي اللي احنا عملناه اللي هو كورس الاي اللي قدامك ده، تمام، ونضغط على نيكست. هنا بيطلب منك ان انت تحدد مساحة النظام، المساحة الداخلية بتاعته عايزها تبقى كام، فهو محدد لك على ال 16. شوف بقى انت عايز تختار من الاربعة لحد 32، فانا هسيبها على ال 16 زي ما هي، ونضغط على انستول. هنستنى شوية. هو احسن حاجة في النظام ده عموما ان هو هيبدأ يثبت نفسه مع نفسه كده، بدل ما تقعد تحط اكواد وتعمل مش عارف ايه كده في البوت، لا هو مع نفسه لوحده، انت بس هتشغل النظام وتسيبه كده مع نفسه لحد ما يخلص. فهنستنى لحد ما يخلص الخطوة دي، وبعدين نبدأ نفتح النظام نفسه. وبكده انتهى تثبيت النظام، لكن هو بيطلب مني ان انا ارستر الجهاز عشان يبدأ بقى ان هو يكمل الاعدادات بتاعته، زي ما انت بتفتح كده كأنك هتفتح موبايل من اول وجديد. فطبعا انا هشغل التصوير من الموبايل بتاعي، لان الخطوة دي مفيش تصوير، لان احنا هنقفل الويندوز وهنبدأ ان احنا نشتغل على النظام نفسه. طبعا هنوقف التصوير. انت كل اللي عليك هتضغط على الاختيار ده، هيبدأ ان هو يراستر لوحده وهتكمل معايا الشرح. فهنضغط على الاختيار ده، بس هنوقف التصوير الاول ونكمل بالموبايل. الجهاز زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يعمل اعادة تشغيل، ويبدأ ان هو يشتغل لوحده من جديد. طبعا انت مش مطلوب منك تضغط على اي حاجة، هو النظام من نفسه هيبدأ ان هو يشتغل، الا اذا جابلك اختيار في البداية يقولك اختار انت عايز تدخل على نظام الويندوز ولا عايز تفتح نظام فونكس. ففي الحالة دي هتختار نظام فونكس. طبعا الخطوة دي هتاخد تقريبا 5 دقايق ل10 دقايق، وبكده يكون انتهى تثبيت نظام فونكس. يقولك في البداية اختار اللغة اللي انت عاوزها سواء صيني او انجليزي، وتضغط على نيكست. بعد كده هتوافق على الشروط والقوانين الخاصة بالنظام بالاختيار ده، وبعدين بتحدد لو انت عندك شبكة واي فاي هتتصل بيها، لو مفيش هتضغط على نيكست. بعد كده بتسمي النظام بتاعك، حط اي اسم انت عايزه سواء اسمك او اي اسم مختلف، وبعدين تضغط على فينيش. هتبدأ واجهة النظام زي ما انت شايف كده انها تفتح لأول مرة، ومبروك عليك نظام فونكس. هستعرض لكم النظام كده باختصار. طبعا انا بعتذر عن سوء التصوير نفسه، لان التصوير ده من النظام مش من البي سي بتاعي. فعندك هنا المكان اللي موجود فيه كل البرامج اللي انت محتاجها، وطبعا كلها برامج موبايل، الكاميرا والآلة الحاسبة والتصوير لو هتسجل صوت، كل ده موجود في النظام نفسه. وعندك البلاي ستور عشان لو حبيت ان انت تنزل اي برامج او العاب على النظام. هنيجي مثلا ندخل على الاعدادات هنا موجود فيها كل حاجة زيها زي الموبايل. نظام الاندرويد اللي موجود في النظام نفسه اندرويد 7 اللي هو اللولي بوب. كمان تقدر تتحكم في الشاشة الحجم بتاعها عن طريق الديسبلاي، وبتحدد هنا حجم الشاشة بتاعتك الطول والعرض و60 هرتز، ولا عندك 60 طبعا و75، هو مش بيدعم اكتر من كده. وصلنا لنهاية الشرح. طبعا قبل ما انهي، في سطح المكتب عندك هتلاقي فيه ايقونة من خلالها تقدر ان انت تفتح النظام لو انت فاتح نظام الويندوز، وهيفتح لك النظام على طول مجرد ما تفتح الايقونة دي. وطبعا ما تنساش الكورس اللي احنا ثبتنا فيه النظام، الكورس ده هتلاقي موجود فيه مساحة زي ما انتم شايفين كده، لكن هو مليان 15 جيجا، قول 16،
بس هتخش عليه ما تمسحش اي حاجه ولا تيجي ناحيه اي حاجه موجوده في الكورس ده. الكورس ده تابع للنظام فسيبه زي ما هو. حبيت ان انت تحذف النظام هتخش على الملف اللي احنا ثبتنا النظام بيه، هتفتحه. طبعا بتفتحه كمسؤول، بتضغط عليه كليك يمين وتضغط على run as administrator عشان تفتحه كمسؤول عن طريق uninstall. مجرد ما تضغط عليها هيقولك انت متأكد ان انت عايز تحذف فونكس او اس، هتقول له يس، هيبدأ ان هو يحذف النظام. طبعا انا مش هحذفه. وكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. متنساش اللايك، اشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام.